الاهلي بيكنس بيراميدز من الاخر. الاهلي يكسب بيراميدز ذهاب وعوده، ويعلمه ان مش الاهلي اللي يتلعب معاه لعبه ان انا اشوف نفسي بطل على الاهلي. انت كسبت 14 ماتش، انت كبيراميدز كسبت 14 ماتش، فعقلك كده وزك وافتكرت ان انت ايه، 14 ماتش فهيجي الاهلي هقرقشه واكمل. مش الاهلي. وقلنا قبل الماتش ان ماتش بيراميدز هو من اسهل الماتشات على الاهلي، لسبب ان انت بتلعب فريق هو شايف نفسه حبتين، مش فريق نازل يدافع قدامك. وده ادى لايه؟ ادى ان بيراميدز دايما في كل الحالات النهارده من اول حتى ضربة البداية لسه الفريق بيسنتر في نص الملعب، وتلاقي دايما أربعة بس في الخط الخلفي قصاد خمسة أو ستة من النادي الأهلي في الحالات الهجومية. الموضوع ده ما اتكررش مرة ولا التانية ولا التالتة، حتى بعد حالة الطرد المفروض إن أنت راجل مطرود منك واحد، حتى لو النتيجة عكس اللي أنت عايزه، فأنت بتحاول تأمن بحيث إن النتيجة ما تفتحش منك، وممكن تقدر تخطف جون بكرة ثابتة بتاع. كل الكلام ده كله ما حصلش. كل الكلام ده ما حصلش. بيراميدز دايما بيحاول ان انت انا فريق هجومي، نص الملعب بتاعي ملوش دعوه بالدفاع، الاثنين الاجنحه بتوعي مالهمش دعوه بالدفاع، الاثنين الباكات اللي عندي مالهمش دعوه بالدفاع. وده اللي خلى مدرب بيراميدز يعمل محاوله حصلت وهي محاوله فاشله لان هي اثرت عليه هجوميا، ان هو خلى احمد توفيق بيلعب باك شمال بدل محمد حمدي او كريم حافظ، حتى لو محمد حمدي مصاب. فده خلاه دايما في الحاله الهجوميه هو ما عندوش حد في الناحيه الشمال دي خالص، حتى اللي بيلعب جناح شمال هو فخري لقاي. وده برضو باين في الصور ان فخري لقاي برضو ما بيرجعش، احمد توفيق بقى لوحده، فاصبح انت بتلعب ثلاثه. نفس فكره اللي عمله كولر في ماتش الذهاب، وعمله برضه في ماتش العوده. كولر فكر وقال ان انا هلعب بخالد عبد الفتاح باك يمين، في الحاله الدفاعيه يخش معاه طاهر اللي هو اصيب او كده. في الحاله الهجوميه فخالد عبد الفتاح ما بيأديش ادوار هجوميه كبيره، فاصبح انت عندك واحد مدافع ثالث يقدر يغطي ويقدر يقفل مساحات كبيره. ده اللي خلى ان لعيبه الاهلي دايما بتروح خمسه او ست لعيبه دايما على خط دفاع بيراميدز، ومنهم كور كتيره راحت بغرابه، يعني برضو برعونه من النادي، من لعيبه النادي الاهلي. بس ده بيقول حاجه واحده بس، ان الفريق البطل هو واحد بس، هو الاهلي. الاهلي هو البطل، مفيش حد تاني بطل. سلام.